السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي تعال اكلمك في موضوع مهم جدا. ايه هو؟ موضوع تجديد او تمديد التعاقد مع مارسيل كولر. ايه الجديد؟ مارسيل كولر عمل موسم كبير جدا مع النادي الاهلي، يعني جاب بطولات كبيرة، جاب 5 6 بطولات والستة جاية في الطريق هو، ويعني الموضوع ماشي ما شاء الله. فالأهلي بيفتح معاه التفاوض في فترة الأجازة اللي هو هيسافر فيها بعد مباراة المصري. هيسافر، هيقعد برا أسبوعين وهيرجع. طيب ايه القصة؟ القصة هقولها لك بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام واشترك في القناة، انتش اللايك الجامد، ودايما خليك مفعل الجرس على الكل. الموضوع كله ان كولر ليه شوية شروط في العقد، بس ان هو يعني يزودوا العقد شوية ونسبة الشرط الجزائي والكلام ده، ولكن الاهلي متمسك ان هو يجدد سنتين. الاهلي عايز يمدله العقد سنتين، وهو الراجل مش معترض، ولكن هو بيقول يعني خليها سنة عشان لو في جديد او في حاجة حصلت. ولكن الاهلي بيحاول في ان هو يخليها سنتين مع مارسيل كولر، لانه مدرب سويسري قدير جدا. وفعلا تسلم العين اللي شافته، والعين اللي جابته دي عين صقر، عين صقر زي نسر النادي الاهلي كده. فهنشوف الفترة اللي جاية الأهلي هيوصل لإيه، وخصوصا في فترة الراحة اللي هيريحها وهيرجع يمدد العقد مع النادي الأهلي. هو أنا بقول لك من دلوقتي بناء على المصادر من داخل النادي الأهلي، هو هيمدد العقد لمدة سنتين مع النادي الأهلي، بس هو عايز الجمهور يدخل بالكامل. يا ريت نلبي له رغباته. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد. يا ريت لايك للفيديو زي ما قلت لك، انتش اللايك واشترك، هتوصلك فيديوهات جديدة جاية جامدة جدا. وصلوا على النبي. وفي رعاية الله مع أحمد الأفندي على قناة باكورد. دايما الحقيقة بس عندي. سلام.